اذا الجزائريين هما اللي مروها لنا بحكم اننا حنايا منطقه حدوديه مع الجزائر، وما كانش الحدود يعني كانوا هما عندنا وحنا عندهم، وكنتبادلوا كل شيء، وعندنا اكلات بزاف يعني مشاركين مع الجزائريين لاننا خوت وتبادلنا بزاف الحوايج. بالنسبه للاعراف والثقافه الشعبيه في المنطقه الشرقيه، البكبوكه مرتبطه اولا بالاسر، ان اسره وجديه الا ما صاوبتش البكبوكه انها نقولوا خرجت عن الاعراف، كما نقولوا واحد السيد ما بقاش مرتبط بالاعراف ديالو. كذلك كتمشي تزورو غادي يحط لك الماكله، غادي يحط لك البكبوكه، كتقول هذا انسان وجدي. ولكن الا ما حطلكش البكبوكه يعني انه خرج على ديك الاعراف والثقافه الشعبيه ديالنا هنا في المنطقه. غادي نديرو هادشي كاع الحوايج اللي في الكرشه في الدواره كنقطعوهم شويه شويه، كنغسلوهم بالمصارم بالريه بكلشي، كيتغسلوا كيتقطعوا شويه شويه وكيداروا. عطيني البصله ثومه بكبوكه بقات جزء، وهذا الجزء الا قلعناه من الكل ما غاديش يبقى داك الكل كله. الاضحيه جات في العيد، البكبوكه ولات حتى هي نقطه من النقاط اللي غادي نطرقوا لها في العيد الكبير. او الامهات ولات تحث البنات على اعداد وتقديم، وهذاك الاعداد يختلف من اسره لاسره. راه كل ام، لان كاين وحدين اللي كيصاوبوا هذه البكبوكه بعد الشكل ديالها، راه كاين اللي كيصاوبها كبيره، كاين اللي يصاوبها اجزاء صغيره، لان لان من تطورت الامور بقاو يديروها في الثلاجات، يعني كتبقى واحد المده طويله. يعني الام كتحرص على البنت لان باش تلقنها النهار اللي تمشي للدار الزوج ديالها حتى هي كتكون عندها واحد الخاصيات في العيد الاضحى ديالها، حتى هي كتنجز ديك البكبوكه.